السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل رول خطير جدا، وهو رول اللحمه المفرومه بالبطاطس. حاجه حلوه قوي قوي وتفتح النفس وتشرفك على السفره. ما تتفاجئوش من الحشوه اللي هي الكتيره اللي فيها. طعمها حلو قوي وريحتها زي السكر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونعمل اجمل رول النهارده هتعتمديه ان شاء الله في كل وجباتك، من جوه حاجه تانية ومن بره حاجه تانية خالص. هنجيب بوله هنحط فيها نص كيلو لحمه مفرومه، هننزل عليها ببيضه وننزل عليها بكوب من الفيجيتار حار وبارد، هننزل عليها بصله مبشوره، ملح، فلفل اسود، وهننزل بمعلقه كمون ومعلقه كزبره ناشفه، وهننزل كمان بمكعب ماجي. خلاص دي هنعجنها كده مع بعض، وبعد ما نعجنها او نضربها كده مع بعض هنسيبها على جنب. بعد كده هنحط بقى طاسة على النار فيها معلقة من الزيت، وهنحط كمان بصلاية مبشورة نشوحها شوية، وبعد كده ننزل بفلفلاية رومي حمرا وصفرا. عندك اي الوان تانية تقدري تحطيها. هنشوح بس الاتنين مع بعض كده، وبعدين ننزل اول ما يتبلوا ننزل بشوية بهارات، شوية ملح، شوية فلفل اسود، شوية كمون وكزبرة ناشفة ومكعب ماجي زي ما نزلنا بالمرة اللي فاتت بنفس التوابل. حلوة قوي التوابل دي وريحتها خطيرة. بعد كده احنا عندنا بطاطستين سلقناهم عادي خالص وهرسناهم. هنجيب بقى الحشوة بتاعتنا اللي احنا عملناها على النار اللي هي البصلة والفلفل مع شوية التوابل، هنهرسهم مع بعض، وبعد كده هنسيبهم على جنب. طبعا هنسلق كام بيضة، 3 بيضات على حسب بقى الافراد اللي عندك، ونسلقهم ونسيبهم على النار يسلقوا لحد ما نجيب كيسة كده من بتاعة التلاجة وندهنها دهنة من الزيت، ونحط نص كيلو من اللحمة المفرومة. انا مش هقول لكم النهارده ان دي وجبة اقتصادية، لان الاقتصادية بتفرق من شخص لشخص، بتبقى اقتصادي عند ناس وفي ناس تانية مش بتبقى عندها الوجبة دي اقتصادية. فربنا يا رب يعينكم ويقويكم ويسرها علينا وعليكم اللهم امين. هنجيب نص كيلو لحمه مفرومه ونفرشها كده زي ما انا فرشاها بالظبط بالطول، ويعني مستويه، يعني هنا نفس السوا وهنا نفس السوا، يعني سوا واحد بالطول وبالعرض. وبعد كده هننزل بالحشوه بتاعتنا اللي هي البطاطايه بالحشوه اللي احنا عملناها في الطاسه. بعد كده هنعدل الرول شويه ونفتحه من النص، ونكون سلقنا البيض بتاعنا وهنحطه في القالب بتاع النص بتاع البطاطس. طبعا اعملي لايك وكومنت كده وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلقنا البيض وحطيناه كده. هنلف الرول ده، هنلفه لفة حلوة، اوعي يطلع منك حاجة خلي بالك، وهندخلها التلاجة نصاية، وبعد كده هنطلعها ندخلها الفرن في صينية كده فيها يعني هندخلها الفرن تستوي. هنطلعها طبعا من الكيسة ونحط دهنة زيت في الصينية ونحط الرول، هيكون مسك نفسه، وهنحط حتة جبنة موتزاريلا على الوش وتتحمر من فوق ومن تحت، ونطلعها وهتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي.